يا جماعه لو سمحت يا احمد انتوا عاملين عصام ليه؟ عاملين عصام ليه؟ عايزين نتعلم دخل كل الناس لا مش كل اسرع بس ما ليه يا عم لا يا عم ما ليه ده؟ انت شايف الناس جوه عامله ازاي؟ تمشي يعني رابعه يا جماعه رابعه يا جماعه يمشوا يعني لو خلينا نطلع الادوار احمد انت امين اتحاد الطلبه عاملين عصام النهارده ليه؟ ايه؟ عاملين عصام النهارده ليه؟ عاملين من بقالنا يومين مش العميد شيل العميد ليه بقى؟ ليه عمل ايه العميد؟ عمل العميد وقع العمليات التعليميه الحاجات اللي حواليه منع من الدكاتره محترمه تيجي منعوا من ان احنا نتعلم الدور الصناعي بتاعنا ده لسه مش ناطق عندهم هو ده اللي عندهم فاحنا مش عارفين نعمل ايه شويه قوي طيب انتوا النهارده عاملين حاجه غريبه انتوا عاملين منعتوا اعضاء وكل هذا باحترام وقلنا لهم يا جماعه لو سمعتوا ما تجوش ده حقنا وعايزين نتعلم المنظومه دي كلها الاعضاء التدريس والعمال والناس دي كلها جايين عشان يكتبوا عمليات تعليميه لو خش عمليات تعليميه ما يلحقش هم يخشوا عمليات تعليميه بس هم جايين يكتبوها خلاص بعد ما قعدنا كل يوم بنطلع للثاني باذن الله هنطلع بالتعليم العالي والتعليم اللي هم الاستيعاب وصعد الموضوع وباذن الله بالتاكيد وباذن الله المره دي هنعمل حاجه المره دي عندنا حماس والناس كلها معانا بنات بره قبل الصبيان يعني انتوا بتكملوا اللي حصل منكم السنه اللي فاتت بنصحح غلط السنه اللي فاتت بنصحح الغلط اللي احنا ندعك علينا ومش عايزين بقى غلطات تكرر السنه دي هم بيلعبونا واحنا بنلعب برضه معاهم بيلعبوا على الحرب النفسيه والطلبه احنا برضه بنلعب عليهم وهم خايفين ومرعوبين جدا. طب مين من الدكاتره معاكم في العصام؟ مفيش حد اعلنها صريح معانا اللي معانا باطني ما ينفعش اقول اسماء حد تمام لكن كلهم يعني خايفين دكاتره في بعض الدكاتره قالت لنا انتوا دكاتره الجامعه ما كناش نقدر نقولها يعني الدكاتره خايفين والطلبه مش خايفين لا الدكاتره خايفين من بعضهم الدكتور ما ينفعش يقول على الدكتور انه جايب حد لابنه عشان يديله حاجه هو ده الموضوع بالظبط ان هم بيفينا الفرحان ان احنا بنعمل كل الناس زعلانه ده الموضوع عندي لما يوصل معاهم الموضوع ان هم اللي عندنا ويقول لك ان احنا هنعمل اقسام زيكم واقسام مضاد والكلام من ده فده مش عارف ازاي اعضاء التدريس بتفكر اعضاء التدريس بيقولوا هنعمل اقسام مضاد للطلبه وتهديد وعلى درجات خلاص اللغه دي بعض التهديدات احنا بعض التهديدات اللي اول الدفعات وعارفين الكام 15 واحد اللي عاملين اقسام هنجيبهم هنخلي ونعمل فيهم ده ما كنتش معانا احنا خلاص مستقبلنا سننا على ايدينا مش فارق معانا حاجه لو هنشيل السنين كلها نطلع من درس نصحها غلط احنا هنعمل مش هي مشاكل. طب في النهارده ناس جت دكاتره ممكن تذكر لي اسماء بعض الدكاتره جت وانتوا رجعتوهم مهندسين ما حدش وقع كلمناهم كلهم محل الجمله جه الباشمهندس صبري ورجعناه اثر انه يوصل والناس وقفت ما اتكلمتش عارفه ده ابوه عايز يخش ما اتكلمش ده كل احترام لو كان مد ايده على واحد ما كانش حد هيمد ايده عليه برضه لا هو كل الاحترام وكل ما المهندس صبري المرسي اللي هو معيد في قسم المدني قسم في قسم المدني دي ماده الخرسانه احمد جاي بس عشان يوصل رساله معينه هو جاي يا جماعه انا عارف ان انا مش هدخل بس انا هاجي اتكلم اقول كلمتين ولو منعوني هرجع وانا متخرج اتعرف بيك الاول يا باشمهندس انا عبد الله البنا عبد الله البنا تبع الاتحاد احمد لسه ما خلصتش يا احمد تبع الاتحاد تبع الاتحاد طيب احمد قول اسمك وقول انت ايه في الاتحاد. انا احمد السيد علي امين اتحاد الطلبه امين اتحاد الطلبه وكليه هندسه جامعه كفر الشيخ والتسجيل ده يوم الاربعاء 11/4/2012 بالظبط واقفين بقالكم 3 ايام. طيب ما انتوا دلوقتي في اسبوع تم النسيم هتعملوا ايه في الاسبوع ده؟ طالعين لوزاره التعليم العالي ناخد تدريس باذن الله من الجامعه برضه من الجامعه الاسبوع الجاي باذن الله. طب شفتوا يعني التوقيت بتاع الاقسام بتاعكم كان توقيت صح؟ جدا مناسب جدا ان هو ورق الضغط كمان عليهم يعني عندنا امتحانات هم يعملوا ايه؟ طيب انت عندكم امتحانات في اسبوع تم النسيم كويس اوائل الدفعات اللي هم المفروض ان هم اكثر ناس اكثر عندهم الامتحانات قال لي 5 سنين هناخد امتحانات خدنا امتحانات بنطلع اوائل 3 سنين فاضل ايه بعد مش عايزين امتحانات مش عايزين امتحانات وباذن الله لو وصلنا على الموضوع مش هنخش امتحانات وهيمتحنونا برضه باذن الله غصب عنهم. انا مش هنسيب حقنا المره دي لا نتعلم لا نطلع من الكليه. طيب من ضمن الحاجات اللي انتوا مواطنين عشانها انتوا بتقولوا الدكاتره
اعضاء هيئه التدريس، من هم اعضاء هيئه التدريس؟ اعضاء التدريس بتكلمنا زي ما قلت لحضرتك بمنطلق النظام القمعي، ان كل حاجه في ايده ويشيل ويحط ويعمل ويطير. طب الاستاف الموجود دلوقتي انتوا شايفينه الاستاف الموجود 3/4 مش كويس. مش كويس ليه بقى؟ ده بقى تبع النظام، لانه النظام ده اللي قدر يوصل له، العميد قدر يوصل بالاداره ان يبقى تحت ايده ناس كلهم سمعان وطاعه ليه. طب انا سمعت من بعض الشباب دلوقتي ان معظم الصف اللي هيئه التدريس جاي تبع العميد، وانه اصلا مش صف جامعه، هم دكاتره محضرين من بره. دكتور في رئيس قسم هنا في الكليه قال ان مشكله الدكتور ده واخد الدكتوراه من تحت السلم. من تحت السلم؟ دكتور تاني قال دكتور اقدم ورق، دكتور تاني رئيس قسم يا دكتور اقدم ورق للعميد، قال الورقه اتحط في مفرمه الورقه قبل ما اطلع من الباب. لما دكتور رئيس قسم يقول كده احنا نعمل ايه؟ طب انا شايف هناك العربيه بتاع امين الكليه اللي هو ماشي، ما هو مستني ياخد الاخبار ويوصل لهم. الاستاذ محمود عبيد. بالظبط، مستني ياخد الاخبار ويوصل لهم يعملوا ايه وبيوصلوا لايه وقالوا بيان ايه وراح رئيس الجامعه مين اللي جالهم بيوصل الاخبار. موقف رئيس الجامعه من الاقسام بتاعكم ايه؟ معانا جدا ومرحب جدا وعايز يعمل اكتر مجهود. ماجد القمري معاكم بالظبط معانا، بس هو مش في ايديه كل حاجه عشان نكون عارفين برضه، هو بيضغط من ناحيته وانا بنضغط من ناحيته. تمام. شكرا يا شكرا. انت عايز تقول حاجه؟ في حاجه يعني انا من مساعد لجنه الاخبار والكليه وكل ده، انا في دفعه اعدادي، واحنا دفعه اعدادي حتى دفعه اعدادي انا لم اكثر من 3/4 الدفعه عاوزه تحول السنه الجايه تطلع بره في هندسه. في اعدادي هندسه السنه دي ان شاء الله. ومن مساعد لجنه الاخبار والكليه كلهم عاوزين يطلعوا بره لان مفيش تعليم في الكليه. احنا حضرتك يا باشمهندس؟ محمد حسين. انا في الثانويه انا جايب 99 وشويه وجاي الكليه مش عارف افهم كلمه فيها، يعني انا بحس ان انا جاي. مين قول لي اسماء دكاتره كده انت حضرتك معترض عليهم؟ اسماء دكاتره كتير، يعني دكاتره دكتور عرفه بيخش 10 دقايق يدي محاضره ويمشي 10 دقايق بالظبط. في دكاتره محترمين بس برضه مش عارفين يوصلوا فكرهم لان العميد بيقول لهم اعملوا كده مع الطلبه، يعني عاملهم معامله وحشه، ينزلوا الاستكشن عاملوا الطلبه بشكل وحش ويعملوهم وينقطعوا عليهم. يعني مره كنا بنرسم رسومات، بنرسم 4-5 رسومات، الرسومات تاخد لها 5 ساعات، نرسمهم ساعه ونص وياخدوا مننا اللوح واحنا لسه ما خلصناش نص الرسومات. في حاجات بتحصل في الكليه يعني معاملات سيئه غير اللي احنا بنيجي الكليه للحفظ بس كلمتين بنحطهم في الورقه وخلاص. كليه كرنيهات. انا سمعت ان في مشاكل في المعامل بتاع الكليه، تعرف انت حاجه عن الموضوع ده؟ نعم. عملوا الكليه فيها حاجات كتير، بنخش السكشن الباشمهندس ما بنكملش نص ساعه، ما بنلحقش نعمل تجارب. مثلا حضرتك في مثلا في السكشن بتاع 25 طالب والتجربه بتبقى مره واحده. طالب في الفرقه الكام؟ الفرقه الاعداديه. حضرتك مش بنستفيد حاجه من الكليه، يعني احنا زي ما قلت لك بنخش السكشن كل واحد عشان يعمل التجربه الواحده بيبقى عليها من 25 طالب. ازاي انا هفهم تجربه واحد باشمهندس واحد بيعملها مره واحده في الترم؟ ازاي افهمها دايركت كده من اول مره؟ نيجي نقول يا باشمهندس احنا عايزين نعيد التجربه. انت شايف يا باشمهندس ان في الاقسام بتاعكم ده لو مش الدكتور اسامه العمليه التعليميه هتتظبط بعد كده؟ العمليه التعليميه هتتظبط تماما، لان هو ده الاسس الوحيد اللي في الكليه في حالها اللي تحت ايده الناس دول هو سمعا وطاعا له. يعني مثلا كل دكتور مش بيتصرف في دماغه، يرجع اولا للدكتور اسامه. يعني مثلا دكاتره الفيزياء تماما لا نفهم منهم اي شيء، الدكتور نقول له دكتور ازاي جت الحاجه دي؟ مين الدكاتره؟ تقدر تقول يعني دكتور عرفه نصر، ده هو الحاجه الوحيده اللي كلها خارج. الدكتور عرفه بتاع رياضه. ما ده بتاع رياضه، ما ده وكيل الكليه. بتاع رياضه نقول له بس جت منين ديت عشان نبين ان احنا داخلين مدني وكده عايزين نفهم ايه جت منين؟ يقول لي لا احفظها كده لما تكبر تبقى تعرف. يعني واحد زي انا جايبين 98% في الثانوي، ازاي لما اكبر ابقى اعرف؟ واحنا داخلين الكليه مش حبا فيها، احنا عشان هي بلدنا داخلين بالعكس. باشمهندس في بعض الهتافات النهارده كانت بتتقال، انا سمعت بعض الهتافات، يعني وقفت هنا فتره قبل ما اصور معاكم، ممكن تقول لي بعض الهتافات اللي انتوا بتقولوها ضد العميد؟ يعني ارحل يا عميد، عايزين واحد من جديد وكل هتافات دي. يعني بقالكم 3 ايام معطلين. ايه؟ احمد بقالكم 3 ايام. 3 ايام معطلين. طب انا لحد ما يرحل العميد الاسبوع اللي هو بتاع سم النسيم مكملين معتصمين حتى في الليله كمان. احنا بنجيب الكليه، بنجيب بطاطين في الكليه، عايز الدعوه عايز دبوس وبس الكليه. خد الناس. انت طالب في الفرقه كام يا باشمهندس؟ ايه؟ الفرقه اعدادي. يعني انا في مره قاعد في محاضره فيزياء، فبكلم واحد راح الدكتور قال لي اطلع بره، هات كارنيه اطلع بره، طلعت بره. فجيت بعدها اداني الكارنيه عادي جدا. ثاني محاضره اللي هي الاسبوع اللي بعده شافني في المحاضره، انا لسه داخل المحاضره قال لي لو سمحت اتفضل بره. طب ليه؟ قال لي اتفضل بره.
ثالث محاضره والله العظيم الاسبوع اللي بعده قال لي اتفضل بره برضه. طب انا اعمل ادخل احضر فيديو ازاي؟ ولا اشتغل كورسات من بره؟ انا مش عارف. الاعتصام احنا مكملين اعتصامنا في الاسبوع الاجازه، احنا هنعتصم من شام. طب في كان في عامل هنا اهو انا لسه شايفه اللي هو اسمه بيومي ده، انتوا كنتوا حاطينه جوه او كنتوا واقفين عليه؟ لا لا هو قاعد معانا هو عشان انا سمعت دلوقتي ان هو عشان بس الخدمات عشان هو عشان بيلاقي الموضوع يعني ايه لازم بقى ان انا هو مستمر معاكم يعني. مستمر ان شاء الله يا معاكم. مسيد وان شاء الله هنخلص. عرف عليك يا فندم. تمام فرق كام؟ ولا مدني. ولا ايه اللي انت بتشتكي منه؟ منه اللي هو النظام الكليه نفسه العنيف، الدكتور الكويس اللي هو المفروض اللي هو يوصلك الماده العلميه بشكل كويس انت تقدر تفهمه وتعتمد عليه بعد كده في شغلك ويمشيه. ليه سبب ما بنعرفش. بيمشوه. يمشوهم طب انت راضي عن الصف الموجود دلوقتي؟ الصف اعضاء هيئه التدريس الموجوده دلوقتي انت راضي عنهم؟ لا في وفي يعني في ناس كويسه وفي ناس مش طب نسبه كام لكام؟ يعني النسبه القليله اللي كويسه والنسبه الاكبر اللي هي مش كويسه. في مواد المفروض اللي هي حسب قسم مدني مثلا بتاع دكاتره مش فاهمين، ده بالذات الماده المفروض انت تعتمد عليها بره بعد كده. شكرا يا باشمهندس. اسالني كده اول انت انا عايز اعرف انتوا معتصمين ليه النهارده؟ إقالة عميد الكلية. ليه؟ بسبب المشاكل اللي احنا طرحناها عليه وحولها للآخر اللي احنا ولادة الأدب. وفي الآخر انت فرقه كام يا باشمهندس؟ أنا في ثالثة مدني. ثالثه مدني. طب انت معترض عليه في الكليه مخليك معتصم النهارده؟ من أول الطالب ما بياخدش حقوق، عايز تدريس بسنين الصغار. جبنا رئيس الجامعة عشان يجيب لنا حقنا، يجيبوها إدارة الكلية إلى قلة أدب، قلة أدب طبعا حقها وما خدتش أي حاجة. طب اعتصامكم السنه اللي فاتت جاب نتيجه؟ استثمار مش كلية هندسة. اعتصامكم السنه اللي فاتت جاب نتيجه؟ لا ما جابش نتيجة. طب النتيجه بتاعته كانت ايجابيه ولا سلبيه بقى؟ لا بالعكس سلبية. ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ العميد فضل مورطع بل خد الدكاترة تحت جنبه، تحت ايده بمعنى أصح. شرط الدكاترة الكويسين اللي كان في دكتور مثلا دكتور نفرح كان أستاذ دكتور كان لو حصل انتخابات كان ممكن هو يمسك على عميد الكلية. بمعنى أصح تخصيصه. ده هو الأستاذ الدكتور اللي موجود الأهم. ما فيش حد مكانه يمسك عميد الكلية. وكمل كان المفروض الحالة السنة السابعة ما كملش. وكمل السنة. احنا خايفين نستمر زي ما حصل مره عندك يجيب الاستاذ الدكتور اللي على مزاجه ويقدر انتخابات يجي العميد اللي على مزاجه. عامل اوضه في الكليه اسمها اوضه العميد السابق. يعني ايه اوضه العميد السابق؟ هو ماسك بقاله 9 سنين، يعني الكليه دي معموله هو قبل يعني هو احنا كنا في ساخه والكليه دي كبيره عامل في اوضه العميد السابق. يعني ايه عميد سابق؟ شكرا يا باشمهندس. الموضوع خلص. عشان خاطر يا حاج كلها على الكليه. بالله عليك بالله عليك خلاص هو الموضوع كده خلاص بقى هو ما تقولش اتكل على الله بس. ايوه مش حدش منك يعني. مش حدش منك لا انا معتصم ولا انا واقف معاكم وانا واقف على الحياد. بصور عادي يعني. البس النضاره يا استاذ عبد الغني. يا استاذ محمود انت راضي على الوضع ده؟ انا ما بتكلمش. هتشوف انت الوضع. قول يا استاذ محمود. هتشوف قول يا استاذ محمود. انت اللي راضي. اذا كنت راضي عنه انت هيبقى انا راضي. انا ماليش دعوه انا على الحياد. انا جاي بالصدفه. رايك ايه؟ لا بجد انت راضي؟ انت راضي؟ انا ماليش دعوه يا جماعه، ماليش دعوه بالاعتصام والله ولا اعرف نفسي. احنا مالناش دعوه، احنا واقفين بره الكليه. انتوا واقفين بره الكليه يعني هم مانعينكم من الدخول؟ مانعينكم من الدخول. دكاتره واعضاء التدريس وعمال وموظفين وكله ممنوع. يا استاذ محمود انت مش عايز تسجل معايا؟ ليه يا استاذ محمود؟ انت كنت محبوس جوه دلوقتي عم يا حاج محمد انا حاجزينك. ايه الموضوع؟ مش كانوا ما كانوش راضيين يدينا في المفتاح. انا قاعد في المفتاح بس كبروا الموضوع وعملوا فيه المحتوى. امال قالوا عليك محجوز جوه وكده. الحاج محمد والحاج بيوم غريب عننا ولا الحاج عبد الغني ولا الصف وطن محمد. واحنا هو انتوا معتصمين ليه يا باشمهندس؟ على الموضوع الثاني، الموضوع ده هيطول شهر.
طب قول لي انت معتصم ليه؟ انت واحد من ضمن المعتصمين، معتصم ليه؟ طب محمد شوشه مثلا من ضمن الاوائل، انت معتصم ليه؟ انا عاوز اتعلم. عايز تتعلم. طب ايه اللي مانع تعليم؟ ما اتعلمش فين الصف هيئه التدريس الموجود في الكليه؟ يعني لما ابقى في ثانيه مدني عندي 6 مواد 4 جايب امتياز والاول على الدفعه. انت ليه بتدافع عن انا راجل بجيب امتياز باشمهندس انت في سنه كام؟ انت في سنه كام؟ اتعلم بقول ده مش علم والاول برضه على الدفعه. ده مش علم. احنا كده ما بنتعلمش في الكليه. وانا بدافع، انا بقول الحاجه، ليه بقى يا شوشه انت شايف ايه؟ لما يبقى ثانيه مدني مواد منتظمه 4 دكاتره، لما يبقى خلال سنتين قسم مدني يمثل منهم 12 دكتور ليه؟ وكلهم كفاءة زي ضربت 16 لايك دكاتره مين اللي مشيت مثلا؟ الدكتور مفرح مثلا، الدكتور محمد زين، أي حد. محمد المساري، الدكتور مفرح، الدكتور فوزي، الكلام ده الناس دي كلها محتاجه، اللي ضرب في الناس طالما ان هي محتاجه، بالذات الناس التانيين، والناس المديره ما فيش حد بيوافق عليهم، وناس شكلهم احنا بنعرفهم اللي كفر. مفيش شرح فظيع احنا جونا ناس السنه اللي فاتت بيدينا في السنه طول الترم 14 محاضره، ما المفروض انا خدت محاضرات في ماده النقل والمرور، والدكتور امال بيدرس الماده ازاي ما تدرسش، ومش ده يقدر الملعب. طب الدكتور امال موجوده في الكليه بتعمل ايه لما هي ما بتدرسش؟ الدكتور امال منها ازاي ده يبقى يشيلوها صالح صايد ماده صالح صايد قسم عماره في الايام دي الدكتوره ما يتكلمش عشان ما تبقاش حساب الكلام ده كله ده الموضوع الكلام اللي مش خلاص صفوت، انت ايه رايك في الاعتصام؟ الاعتصام هو واجب طبيعي، وكل حقوق كل طالب له حق الاعتصام، بس مش بالنظام ده. ازاي مش بالنظام ده؟ هم عملوا ايه يعني؟ يعتصم داخل الكليه يا بيه ويسيب الموظفين. طيب ما هو داخل الكليه. لا مش داخل الكليه، ده قافل البلدان كلها بالجنازير من امبارح بالليل. الجنازير. طيب تخش تعمل ايه؟ اخش اعمل ايه؟ اخش اشتغل اشوف شغل، اعمل جدولك واعمل امتحاناتك الشفوي وامتحاناتك كل حاجه للطالب. انا يا بيه انا عندي خريطه زمنيه ماشي عليه، الامتحان بتاع التخلفات يوم 9/5 لازم اعد يا بيه ما تمتحنش، بس انا لازم اعد شغلي. شكرا يا باشمهندس، شكرا. سلام يا باشمهندس. صبري الطلبه اللي هم بيقولوا احنا ما جايينش عشان الطلبه، هو الطلبه دلوقتي بتقول احنا ما بنتعلمش، انت بتقبض مرتب متعين وهو كله عشان الطالب ما بيتعلمش، بيقول لك ما ينفعش تقبض مرتب، امشي دلوقتي عشان ما نتعلمش. طيب لما في تعليم، امال الستاف بتاع الكليه ده او الدكاتره الموجودين في الكليه اصلا بيعملوا ايه؟ انت عارف نجاح في ايه؟ بقى معظم الدكاتره الموجوده اقسم بالله العظيم بلاقيهم في البرنجان، معظمهم كده اصلا لاغراض خاصه لدرجات معينه، ومعظم الهيئه او الشغل الراجل كله فكره امن الدوله يكوش يبقى هو المسؤول. بقى امينكم اسمه عميد الكليه، وكيل الكليه، رئيس القسم، لا ليس الحاجات دي كلها. الدكتور اسامه بقى كل حاجه كل حاجه ازاي مش متابعين؟ ملوش في الكليه، مفيش رؤساء اقسام، هو الوحيد ده من يرضى عنه. ودلوقتي بتوع الشؤون بيدافعوا عنه، انا مش عارف. شكرا يا باشمهندس، شكرا. طب ايه كلمه صغيره.